الرئيس دار البلدية في موكب وطني رائع لم تشهده الإسكندرية من قبل، تجلى فيه إيمان الأمة بقادتها المخلصين، وظهرت مشاعر الشعب بكافة طبقاته وهيئاته نحو الأبطال الذين يبذلون كل جهودهم في سبيل الوطن المقدس. وليس هذا بغريب على شعب مصر الأمين الواعي الذي عرف الحق من الضلال ووضح له النور من الظلام، ودفعته الثورة من الضعف والوهن إلى القوة والعزة. ولم تكن مظاهر الفرح والبهجة قاصرة على المواطنين من أبناء الإسكندرية وحدهم، بل اشترك إخواننا الأجانب بكل مشاعرهم وجوارحهم في فرحة اللقاء. وواصل ركب الثورة طريقه في رعاية الله، تحفه دعوات الملايين حتى وصل إلى جامعة الإسكندرية. حينما وصل الرئيس جمال إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة دوت بالتصفيق من الحاضرين. وعبر مدير جامعة الإسكندرية عن تأييد الجامعة لاتفاق الجلاء. وألقى الصاغ صلاح سالم كلمة وطنية رائعة سجل فيها تقدير الثورة للجامعيين، كما وجه اللواء عبد الحكيم عامر كلمة قيمة في هذه المناسبة. وتحدث الرئيس جمال عبد الناصر وشرح اتفاقية الجلاء وما حققته من نصر لمصر. صار موكب الثورة يشق شوارع الإسكندرية التي شهدت من قبل أحداثا تاريخية كبرى، ومع ذلك فإن الاستقبال الشعبي الذي قوبل به موكب الثورة لم يحدث نظيره في تاريخها الطويل. وحضر الرئيس وصحبه الاحتفال الكبير الذي أقامته الغرفة التجارية بالإسكندرية. ثم غادر الرئيس بعد ذلك حفلة التجار قاصدا إلى ميدان المنشية، حيث المؤتمر الشعبي الكبير الذي حضره أكثر من 4 مليون مواطن، والذي أقيم بالمقر الرئيسي لهيئة التحرير بالإسكندرية. تحدث صلاح سالم إلى الجماهير حديثا صريحا قويا ذكرهم فيه بما يحدث في مصر وكيف تسير في عزة وفي قوة. ووقف الأستاذ أحمد حسن الباقوري يتحدث إلى القلوب العامرة المؤمنة. كانت عناية الله ترعى مصر وترعى جمال عبد الناصر، حفظته قبل ذلك من يد البطش والطغيان، وحفظته اليوم من يد الغدر والخيانة، وهو يلقي كلمته التاريخية. نحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة. أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. ولم يشأ الرئيس إلا أن يحضر احتفال المحامين على أثر الحادث الأليم بدقائق. استقبله المحامون، ولم يكن نبأ المحاولة الغاشمة الآثمة قد بلغهم بعد. افتتح الحفل الأستاذ حسن سرور نقيب المحامين بالإسكندرية. واستولت الدهشة والاستنكار على المحامين حينما أعلن صلاح سالم نبأ المحاولة الدنيئة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، وقال إن في مصر اليوم شعبا واعيا، فالثورة من الشعب وبالشعب وتعمل بالشعب. وهفت القلوب والأفئدة حينما وقف جمال عبد الناصر الذي رعاه الله وأبقاه البلاد يجدد للأمة العهد والميثاق. ولم يغادر الرئيس جمال مدينة الإسكندرية قبل أن يطمئن بنفسه على الذين أصيبوا في حادث الاعتداء المنكر، فتوجه إلى مستشفى المواساة وزار السيد أحمد بدر والسيد ميرغني حمزة، وتحدث معهما مبديا أسفه
وأسف مصر على إصابتهما. باتت الإسكندرية كلها في هذه الليلة مستيقظة تنتظر الصباح حتى تكون في تحية الرئيس جمال والاطمئنان عليه ووداعه. وطلعت الشمس على آلاف الآلاف الذين امتلأت بهم شوارع الإسكندرية من أبناء الأمة العريقة الوفية تردد الشكر لله على نجاة الرئيس، وتعبر عما في قلوبها من حب أكيد وإيمان أصيل بالثورة المصرية وبجمال عبد الناصر. ولاحقت الدعوات والهتافات المدوية قطار الرئيس وصحبه وهو يغادر الإسكندرية في رعاية الله متجها إلى العاصمة. كان الوجه البحري بمدنه وقراه بكفوره وبلاده قد خرج بأسره ينتظر مرور القطار لكي يرى الجماهير الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه رأي العين ويطمئنوا عليه، على حياته الغالية، حياته التي ترمز إلى كفاح شعب ونضال أمة في سبيل النصر وفي سبيل العزة. كانت هذه الصور الحية التي تعيش فيها مصر في ذلك اليوم أروع ما كتب التاريخ وأعظم ما أحيط به قائد. دعاء وتأييد وأعلام تعبر عن الغبطة والسرور والحمد لله تعالى. وكانت الأمة كلها تصب اللعنات على الخونة والأدعياء. شهد العالم كله استفتاء صريحا صحيحا بأن عقارب الساعة لن تعود، وأن الشعب الذي أيد ثورته وبايع قادته وآمن بأبطاله لن يتخلى عن مجده، بل سيسير إلى الأمام في طريق النصر الأكبر. في لهفة الشوق والانتظار كانت العاصمة قد خرج كل سكانها ومن وفدوا إليها إلى ميدان المحطة وشوارعها، حتى كأنها الموج المتلاطم يتدافع الناس من كل لون ومن كل طبقة وهيئة ينتظرون جمال. وما أن وصل الرئيس الحبيب ولاح لأعينهم حتى صارت في قلب مصر موجات الفرح والبهجة، وتصاعدت إلى السماء هتافات شعب بأكمله، شعب أصيل يفدي المخلصين ويعلم تمام العلم ما حققته الثورة المصرية له من عزة قومية وما صنعته في سبيله من مجد ومن كرامة. تدافع الناس، يود كل أن يقترب من الرئيس وصحبه لكي يصافحه أو يعانقه، واهتزت جنبات الشوارع والميادين بفرحة النجاة ونشوة اللقاء. هكذا وصل موكب العزة والكرامة إلى ميدان الجمهورية، ثم انتقل إلى الجامعة حيث احتفلت بالرئيس جمال عبد الناصر احتفالا رائعا حافلا بالمعاني السامية النبيلة. ووقف الدكتور كامل مرسي مدير جامعة القاهرة يقول إن الحادث المنكر الذي وقع قد زادنا إيمانا برجولتكم وثباتا على حبكم. وقال مدير جامعة الإسكندرية الدكتور مصطفى السعيد إن الإسكندرية كلها تبرأ مما حدث فيها. وعبر الدكتور مصطفى نظيف عن الفرحة المزدوجة لمصر. وأوصى الصاغ كمال الدين حسين أساتذة الجامعة برسالتهم المقدسة. وقال الرئيس جمال عبد الناصر: نريد جيلا جديدا لا يعتمد على الأشخاص، فالأشخاص يفنون ولكن مصر خالدة أبدا.